نفسي افهم واعرف مين اللي طلع اشاعة ان الماتش يوم الاحد مش بكره اللي هو السبت، عشان الناس اللي هتتفرج على الفيديو يوم السبت الصبح ويكتبوا لي في الكومنتات بكره اللي هو اني النهارده ولا امبارح ولا بكره. حبايب قلب خوخه، مباراة النادي الاهلي وايجل نوارة غدا السبت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي. حد ايه بقى اللي انتوا جبتوه لحد ما حدش بيكلم حد؟ معروفة. تعالوا اقول لكم اخر اخبار الاهلي قبل مواجهة النادي الاهلي غدا في اياب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. طبعا المباراة الاولانية هي كانت في بروندي، خلصت 1-0 للنادي الاهلي. طبعا في دوري ابطال افريقيا احنا ما بناخدش الماتش ذهاب لوحده واياب لوحده، لا احنا عندنا الماتش بينقسم الى شوطين، بنعتبره شوطين. الشوط الاول خلص هناك 1-0، فلسه الشوط الثاني غدا ان شاء الله. لازم نركز ولازم نكون قدر المسؤوليه. يعني الصراحه كده يعني بقى انا بكلمكم بامان، يعني ايجل نوار بروندي لو اتك شويه هيكسبنا بالدفاع بتاعنا. انا ما اعرفش الدفاع ده صدقوا تؤمنوا بمين؟ لا اله الا الله. انا من ساعه مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري وانا عماله اسال نفسي نفس السؤال، ياسر ابراهيم وياسير مرعي محمد هاني تحفه، طب الدفاع ماله؟ مش عارفه. اول مره اشوف دفاع حلو، لعيبه كويسه، وبس الدفاع عندنا خربان. عماله استنتج الغلط من ساعتها، مش لاقيه بس هجيبها. فانا مش عايزه الناس اللي بكره عندها هتتفرج على الماتش تستقل بالفرق. والله العظيم الفرق اصلا مباراه الذهاب قسمت بالله كانت هتتعادل اصلا، يعني في الاواخر حاله جات لهم كانوا هيتعادلوا. انا اصلا عارفين الماتش خلص اغمى عليا، هو ما صدقت. لازم نركز بكره حبايب قلب خوخ، ما ينفعش كده حبايبي. اصل النفسيه صفر، واظن واضح من عيوني حلوه، كل حاجه صفر، مفيش حاجه هتظبط لنا المود غير انت يا اهل. حتى المود مبقاش يتظبط بالفود، الحاجه الوحيده اللي بقى يتظبط بيها هو النادي الاهلي. لو يبقى انت تعملها وتكملها علينا بكره فاضلش غيرك. طبعا قائمه النادي الاهلي لمواجهه ايجل نوار في مباراه العوده ومباراه الاياب نزل، وكلكم عمالين تسالوا هو الشناوي فين، هو الشناوي الصبي نصبت يا لهوي يخرب، هو الشناوي فين، هو الشناوي لا هو الشناوي مصر، هو بكره غايب للراحه، يرتاح من الراحه. انا ما اعرفش هو يعني لحق تعب فيه عشان يرتاح، لكن انا اصلا ضد الروتيشن في مركز حراسه المرمى. سكه ودغري، كل الثقه والدعم لمصطفى شوبير لسيح لميحه لاي حد يلعب، بس انا ما بحبش الروتيشن في مركز حراسه المرمى. المركز ده عاوز لعيب يفضل يلعب فيه باستمرار، يبقى اكتر حساسيه، يبقى لعيب حساس. لكن ليه نغير؟ ما هو الشناوي ماشي كويس، انا شايفاه ان هو كويس. نصيبتي لحسن يكونوا عاوزين يخلوا شوبير لافريقيا والشناوي للدوري. اصل المدرب بتاع حراس المرمى الجديد اللي جه ده شكله اصلا مش طبيعي، نظرته تخض. انا خاف اصلا اوجه له اي مسج او اي سؤال بصراحه يعني. طبعا لفته جميله من قناه النادي الاهلي ان هي نزلت اعلان عن مباراه غدا بصوره الطفل الجميل السك حبيبي ربنا يا رب يشفيه ويعافيه احمد محمد مجدي. انا كلمتكم عليه امبارح وقلت لكم ان هو رايح يعمل عمليه دقيقه هي زرع النخاع الشوكي. وبالمناسبه والد احمد محمد مجدي امبارح تواصل معايا على الفيديو اللي انا عاملاه ودخل بعت لي، اقسم بالله انا عيطت ليه؟ لاني فعلا الاعلام رساله. قال لي انت مش متخيله ادخلتي الفرحه والسرور على قلب ابني ازاي وعلى قلبي انا، وفضل يدعي لي دعوات كتير قوي انا وطبعا والنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. قال لي شكرا ان انت افتكرت ابني، وشكرا ان انت خليتيه مبسوط. انت مش متخيله هو مبسوط ازاي بكلامي وبالفيديو اللي انت عملته. انا مش بقول الكلام ده عشان ابين ان انا احسن واحده في الدنيا وان انا بعمل حاجات تجمل، لكن بقول الكلام ده عشان اعرف ان الكلام بيوصل للناس، قد ايه بيأثر للناس، وقد ايه ان الاعلام فعلا رساله هادفه لان نستغلها في حاجه صح، حاجه ايجابيه، لما نستغلهاش خالص. لتقل خيرا او لتصمت، كلام فعلا بيوصل للناس. الحمد لله والشكر لربنا طبعا ان هو خلاني مصدر سعاده الطفل ده، لو ب1% ان هو يكون مبسوط 1% بسببي، فانتوا مش متخيلين. انا امبارح كنت يعني سعيده جدا. الحمد لله يا رب، باذن الله نبارك له، نعمل له فيديو دعم بعد ما يقوم بالف سلامه. عاوزينكم تكثفوا دعوات. سخن السكر ده حبيب قلبي قمير خالص، هو شكله شقي ما شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يفرحوا بكره برضه ونكسب باذن الله. الاميره بقى لها كتير غايبه عن الجزيره. ال13 يا اهل، انتوا من ساعه لما كهربا مشي وما بقاش ينام ويقول لك صحوني على ال13 واحنا حله اتغير. احنا مشينا البركه من النادي كل التوفيق لنادي الاهلي حبيب قلبي غدا ان شاء الله، وان شاء الله ال13 اهلاويه.